السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالا، استنيت عندي برشا توا باش نعمل الفيديو هذايا، صدقوني خممت برشا واستنيت حتى الثورة تكمل. ابارامون معناها حسب ما الناس الكل تعرف الثورة دي نجحت ان شاء الله بقدرة الله، غراس للناس اللي ماتت وغراس للناس اللي ضحت، واحنا بالنسبة لهم هما رانا أحقر عباد الله، والعبد الفقير والحقير قدامكم يسمى معناها حقير بالنسبة للناس هذوما اللي يساهموا في الثورة. مانيش باش نحكي على الثورة، ومانيش باش ننقد حتى إنسان، ومانيش باش مانيش باش نحكي على حتى شيء صار في الثورة. باش نحكي على حاجة بركة اللي هي عندي برشا، عندي برشا نخمم باش نعمل الفيديو هذايا، وحان الوقت ما عادش نجم يلزمني نخرج الفيديو، يلزمني نخرج فكرتي وباش نكونوا ديمقراطيين يلزمنا نكسبوا نوافقوا، يلزمنا نقبلوا الافكار نتاع الناس الاخرين، وكل واحد عنده فكره يحب يوصلها نحترموها. كما اني توا الفكره دي نحب نحكيها، هو موضوع على شخص معين الناس كل تسب فيه، الناس كل تنقد فيه، سيرتو النقد الخايب. بورتون هو ما يستاهلش حسب ما شفت. اني توا عندي اكثر من بريسك العام واش نتبع فيه، نتبع في اللي فيديو نتاعو. الشخص هذا هو طارق مكي، اللي كان يعيش في كندا وكان منفي. مش كان منفي، هو اونتر بارونتيز كان معناها ضد الحكومة القديمة تاع بن علي. وضح برشا حوايج وحب يظهر الحقيقة للتوانسة، لكن برشا توانسة فهموه بالغلط. مش حتى فهموه بالغلط، ما يعرفوش الحقيقة نتاعو، ما تبعوش لي فيديو نتاعو، لكن يسبوا فيه باللغة الدارجة نتاعنا، يسبوا فيه ويسموا فيه في الكلام في الانترنت. وهذا شيء معناها شيء ما واحد ما يحشم اصلا كي يشوفه، معناها ماهوش نتاع تونسي. تونسي علاش تسب في انسان اللي هو حاول باش يجي ضد الرئيس القديم؟ علاش نسبوا في انسان ظهر لنا الحقيقه؟ علاش نسبوا في انسان اللي حاول باش يعاون تونس، باش ينقذ تونس؟ ثم برشا ناس بتاتر معناها باش يجيو ضد كلامي، راني ما عنديش بيه حتى اتصال، صدقوني لا عمري حكيت معاه لا في فيسبوك لا في سكايب. لكن الحقيقه تقال. السيد هذايا طارق مكي حسب رايي انا انسان مصلح اجتماعي، انسان يحب يصلح البلاد، انسان حرم روحه 3 سنين ونص وحرم الفاميليا نتاعو باش يدافع على البلاد، وجا ضد الرئيس، وجا ضد الطرابلسيه، وجا ضد كل ظالم في البلاد، جا ضد كل سارق. عمره ما عمل حاجه معناها تغضب الشعب. علاش الناس تكرهه؟ علاش الناس تسب فيه؟ شنو الشيء اللي عمله خايب؟ بالعكس، هو انسان ساهم في الثوره بطريقه غير مباشره. صحيح ما وصلش للميدان، ما روحش لتونس في وقت بن علي، لكن كما احنا تعودنا في تونس معناها يلزم الانسان اللي يساهم في الثوره يلزم يقف في ميدان التحرير، مش بالضروره. حسب ما اني فهمت من طارق مكي معناها الانسان كي يوصل معلومه للشعب ويقنع الشعب ويشجع الشعب، هذيك اكبر برهان واكبر دليل واكبر معناها عامل باش ينجح ثوره معينه. خاطر لو كان مش طارق مكي وامثاله والرجال الصحاح اللي في تونس عمرها ما تصير الثوره. راه صدقوني، الثوره صحيح جات فجئيه، معناها جات تلقائيه، لكن ساهم فيها طارق مكي. صدقوني ساهم فيها. اللي يسب في طارق مكي عندي يعني انسان جاهل، انسان مهوش تونسي، انسان جاي مع بن علي. طو كيفاش اني نسب انسان جاي ضد بن علي ونسبه؟ بالعكس، وما دام احنا نعرفوا بن علي اللي هو ديكتاتور، وبن علي اللي هو مجرم وعائلته كلها مجرمه، الطرابلسيه وكلهم مجرمه ويسرقوا في الشعب وينحيوا في اموال الشعب
ويظلموا في الشعب ويقهروا في الشعب. علاش احنا نجيو ضده طارق مكي؟ مادام هو جا ضد الناس هذوكم معناها راهو هو مع الشعب، راهو هو مع الدوله، راهو هو يحب يصلح. لذا نكونوا واعيين شويه. ثم شكون ينقد فيه يعمل في دي فيديو يقول طارق مكي نهار اللي ولدت مرت صخر الماطري في كندا مشى يطل عليها في السبيطار. توا العقل ما يقبلهاش. علاش؟ توا اللي طارق مكي يسب في بن علي ويسب في الطرابلسيه وسمعهم الكلام ويسب في صخر الماطري، صحيح بارفوا تجاوز الليميت نتاع الرجل السياسي، لكن كما يقول هو يعمل في الخدمه للناس كل باش هذيك القوه نتاعو هو باش يستفز العدو. كيفاش هو يمشي يطل عليهم في السبيطار؟ ما تجيش، ماهيش لوجيك. لو انا نسب في انسان وبعد مرته تولد نمشي نطل عليها في السبيطار، ايه كلام تاع ناس متخلفين بالحق، تاع ناس تحب تشوه السمعه نتاع سي طارق مدحت. الانسان هذايا يعني نتبع في الفيديو نتاعو عندي برشا ومقتنع وقاعد معناها صحيح ما بارتاجيتش قبل ما يمشي بن علي، ما بارتاجيتش الفيديو نتاعو خاطر نمشي ونجي على تونس سوفون، ونقولها بكل صراحه وتم خوف عادي كما التوانسه كنا نخاف نمشي ونجي وخفت اما مومون دوني خفت قلت انا كي نبارطاجي طارق مكي معناها اون سي جامي يشدوني في الديوان يعقدوني يقلقوني راني نعرف شكون بنيه بارطاجات طارق مكي في تونس، تعيش في تونس تعيش في المهديه، هبطوا لها الحاكم للدار وكلموه وزاره الداخليه وكل شيء. عاد اني معناها حاولت باش نبعد على الامور ديك الكل، لكن توا نحاول والله نحاول الماكسيموم باش نبارطاجي الفيديو نتاعو. هو عنده اكثر من 120 فيديو. واول انسان قال البن علي ديجاج في جوان 2010 وفما فيديو يشهدوا على ذلك، مش كما برشا منتهزين كما لطفي العبد اللي هو كان يسمع فيا انتهاز كبير. طارق مكي اول انسان قال البن علي قال له ديجاج، ومش كان ديجاج بركة، ظهر للشعب التونسي الحقيقة وظهر لهم كيفاش بن علي أكبر سارق وفاميلة الطرابلسية كلهم أكبر سراق. وهي النتيجة، شوفوا بن علي وين وطارق مكي وين. أوكي، ما نعرفش علاش الناس جايين ضده، ما نعرفش علاش يكرهوه اللي هو بورتون إنسان مصلح، والناس تقول مش يركب على الحدث ومش عارف شنو. هو وقت يتكلم ووقت يظهر في الحقيقة التوانسة ديجا ثم الاغلبيه نتاع التوانسه ما يتكلموش منهم اني عمري ما نقدت بن علي ولا دار طرابلسي وكذا، ولا عمري عملت كومنتير خايب ولا كذا. توا الناس ولات ضد طارق مكي يعمل في الكومنتير، ولوا عاملين رواحهم يفهموا في السياسه ويفهموا في رجال السياسه ويعرفوا فلان باش يركب الحدث والاخر مش باش يركب الحدث. معناها سي ديبيل، سي فريمون اون مونتاليتي زيرو. طارق مكي يحب يصلح البلاد، وان شاء الله ان شاء الله يشد رئيس الجمهوريه، وان شاء الله كما نقولوا احنا نعطيه فيه الثقه ويكون رئيس دوله ديمقراطي معناها شفاف في اقواله وفي معاملاته للتوانسه. ويا ربي تظهر كلمه الحق، كان طارق مكي ولا غيره. احنا المهم حشتنا برئيس يشد الدوله، يكون نزيه ويكون فريمون يخدم في الدوله ويتقاضى في شهريه كما اي موظف في تونس، ونحيو هذه العقليه نتاع قداسه رئيس الجمهوريه اللي هو ما يحكيش باللغه الدارجه وما يحكيش باللغه الشعبيه كما يحكي فيها طارق مكي. الناس ولات يحكيوا ويقولوا طارق مكي انسان بسيط مش نتاع سياسه وما عندوش ماضي سياسي. ثم ناس عندهم 30 عام و40 عام في السياسه في تونس ما يعرفوش يتكلموا، وهكا كامل يقراوا من الورقه. طارق مكي كيف بده يحكي معك بكل تلقائيه بكل شفافيه واللي في قلبه يقوله. وان شاء الله يا ربي اللي الفيديو نتاعي هذا يوصل للناس اللي تفهم بالرسمي في السياسه. يعني ما نفهمش في السياسه لكن نقول كلمه الحق. وعندي برشا نتبع في طارق مكي وبرشا حوايج يعني مقتنع بها، وان شاء الله ان شاء الله هو ولا غيره يكونوا في المستوى. واني واحد من الناس ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي ينصره كما ينصر اي انسان تونسي يحب مصلحه البلاد في تونس. وننساو هذه الاقصاء وننساو كما نقولوا في ديكتاتورين. الناس هذوما اللي يسبوا في طارق مكي ناس ديكتاتورين خاطر بن علي زرع لهم الديكتاتوريه في مخاخهم. يا اخي انسان قال حاجه
عامل كومنتات كل بوليتيس، ما قبل ما تسموا كلام زايد اقنعوه كيما هو اقنع الناس الكل. فوالا، وان شاء الله ربي معانا، وربي ان شاء الله يجيب لنا رئيس في المستوى كيما طارق مثل، ان شاء الله علاش لا. وان شاء الله لكان هو ناوي حاجه اخرى بالطبيعه ان شاء الله ما ربي ما ينولوش البلاصه. انا اني متصور وثقتي فيه كبيره، خاطر عندي برشا نتبع فيه وقاعد برشا نشوف فيه. وان شاء الله يا سي طارق ربي ينولك ما تتمنى، وينول كل تونسي ما يتمنى، ونحيو العقليه القديمه نتاع التوانسه اللي كانت في عهد بن علي بربي، ونحاولوا ننظفوا مخاطنا شويه، ونحكموا ما نحكموش على عباد هكاك فيسع، نحاولوا نشوفوا الناس، نشوفوا طارق مكي، نشوفوه شعمل قبل، من قبل ما تبدا الثوره الى يومنا هذا وبعد احماله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.